يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في لون اللفت التحفة ده؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ بدون بنجر ولا الوان صناعية ولا اي حاجة خالص. اللفت ومية وملح، وهيفضل معاكي مقرمش لحد اخر واحدة، ولا يعمل رغوة ولا يبوظ منك ولا يطرى ولا اي حاجة، وسهل جدا جدا. ده كمان كان تاني يوم او تالت يوم، يعني انا يعني خللته في يوم كده كان اخر اليوم. ده تاني يوم بعد يومين بالظبط كده، لونه كان بالمنظر الحلو ده اللي انتوا شايفينه. هتتبسطوا بيه جدا جدا بجد. اول حاجة عشان يطلع معاكي الليفت حلو نهتم بالنظافة جدا جدا. اول حاجة النظافة. اول حاجة انا حطيت الليفت في مية، سيبته بتاع ربع ساعة كده ولا تلت ساعة. الطينة اللي فيه لانت ونزلت، وبعد كده ابتديت اغسل فيه. بنشيل العروش اللي فيه دي، اللي هي الحاجات اللي بتبقى زي الشعر دي اللي فيه، وتشيل الطينة كويس جدا. بالسكينة هنبتدي ننضف فيه. اهم حاجة تحافظي على الجزء اللي هو لونه احمر، عشان هو ده اللي هيصبغ لك اللفت. يعني حاولي متقشرهوش، لان هو ده اللي هيصبغ اللفت. ننضف الجزء اللي من فوق دوت، هو ده اللي مهم جدا. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا. نضف معاكم واحدة تاني اهو. طبعا مش هنضف الكمية دي كلها وانا بصورها، طبعا هياخد وقت جدا. نبتدي ننضف ونشيل الحاجات اللي من فوق دي اهو. وطبعا الجزء الاحمر بيكون في حاجات كده ايه، يعني محتاجة برضو تنظيف. تنضفوها كويس جدا وتدعكيها بايديكي كده كويس، بحيث ان اللفتات تبقى ايه، نضيفة بنسبة 100%. شايفين؟ بصوا المنظر اهو كده. وبعد ما هخلصهم هديهم شطفة تاني، شطفة سريعة، وبعد كده نبتدي نقطع فيهم. هنا انا قطعتهم بالقطعة بتاعت اللفت والجزر دي، عارفينها طبعا. لو ما عندكيش قطعي بالسكينة صوابع كده، يعني وسط، لان دي كمية قليلة، مش كمية هتتخزن يعني فترات طويلة ولا حاجة. اهم حاجة ان كنتوا تكونوا جايبين اللفت يكون نوعيته حلوة، نوع طري، ما يكونش مخوخ كده من جوه ولا اي حاجة. دي اهم حاجة. ده كان لفت طري، يعني اللفت ده كان طري وجميل جدا من جوه. اللفتاية مفيش ولا واحدة فيهم كانت بايظة ولا مخوخة ولا اي حاجة خالص. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. ولو انت هتخزنيه فترة طويلة اللفت ده، قطعيه قطع كبيرة شوية. يعني ممكن اللفتات تقطعيها 4. ده لو انت هتخزنيه فترة طويلة عشان يستحمل ايه، التخليل. آه بس كده خلاص، انا قطعتهم اهو. كده خلاص خلصتهم تقطيع. هجيب بقى ما عندي فلفل. انا كنت متخيله الفلفل ده حامي، بس طلع مش حامي قوي يعني، وسط. بس بيدي طعم وريحه حلوه لللفت. هاخد كم واحده فلفل، يعني مش كتير. عايزين تستغنوا عن الخطوه دي مفيش مشكله. لو عندك فلفل اللي هو البلدي هيكون احلى من ده كمان. ده طلع مش حامي قوي يعني. خلاص انا هنا بفتحها يعني قال ايه، عشان الشطه اللي فيه تطلع ويدي طعم شطه لللفت شويه، بس هو ما طلعش مشطشط ولا اثر خالص. خلاص. كام واحدة فلفل بس، لو ما عندكيش حط رشة شطة لو انت حابة. بس كده خلاص. هجيب بقى اهم حاجة بقى الملح الصخري ده او ملح البحر، ده بيتباع عند العطارين بالكيلو. ده بيدي قرمشة لللفت وبيحافظ على اللفت، لان مفهوش مادة اليود اللي هي بتهري اللفت. ده ملح طبيعي. خلاص. ده ملح طبيعي اللي هو ملح البحر او بيقولوا عليه الملح. حطيت الملح 3 معالق كبار، وحطيت وهضيف هنا دي معلقة سكر. دي معلقة سكر مهمة كنت هنساها. الملح الخشن حطيت 3 معالق كبار، مع 3 معالق كبار هرميين على الكمية دي. الكمية دي كانوا قد ايه؟ كانوا 3 كيلو. بس كان فيهم نسبة عروش شوية، يعني مش العرش بحاله، كان فيهم جزء كده عروش. يعني دول بعد التنظيف ممكن تقدر تقول 2 كيلو ونص. خلاص. يعني حطيت لهم 3 معالق كبار هرميين ملح بحر، يمكن اكتر كمان شوية، ومعلقة السكر بس. مش هحط اي حاجة تاني خالص خالص. طبعا لما ركنت الملح معاهم نزلوا شوية المية دول اللي انتوا شفتوهم،
هزود عليهم ميه عاديه خالص من الحنفيه، ما بحطش لا ميه مغليه واطفي وابرد والكلام ده. ليه؟ لان دول كميه قليله. لو انت عامله كميه كبيره وهتخزني، اغلي الميه وبرديها وبعدين زودي. خلاص، هيبقى هو ده الليفت اللي هتقدري تخزني. هنا انا حطيت بعد ما غطيت البطرمان افتكرت جبت كيس استرتش، كيس تلاجة، وفردته على وش الليفت زي ما انتم شايفين كده. فردت الكيس على وش الليفت بيعزل بين الهواء وبين الليفت، فعشان الليفت بتاعك لونه ما يغيرش حطي كيس البلاستيك ده على الوش، كيس تلاجة. خلاص، بس هو كده. كده خلاص خلص. سبت يومين وبعد يومين فتحت عليه وصورته لكم اهو. ده بعد يومين. كان لونه بص حلو ازاي، ولا حطينا لا خل ولا ليمون ولا اي حاجه ولا لون ولا اي حاجه. ميه وملح، هتحطي حته شطه، ممكن مش هتحطي خلاص، هو شويه الفلفل دول او تلغيهم زي ما انتوا حابين، والحدق توصلي للحدق اللي انت عايزاه وتدي صوب. وزي ما انتوا شايفين لونه. هنا انا متاخره اهو كيس البلاستيك، الكيس التلاجة، وطلعت شويه عشان اوريه لكم. طعمه جميل ومقرمش جدا جدا. شايفين طبعا اللون عامل ازاي، ولا بنجر ولا لون. وكل ما هتسيبيه يوم تاني زيادة هتلاقي اللون حلو. لونه غمق زيادة وبيبقى جميل جدا جدا منه فيه، عشان حافظنا على الجزء الأحمر بتاع اللفتاية، فبيطلع معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بس كده خلاص، باي باي.